أهلا بيكم مع حلقة جديدة من بودكاست أسرار الفريلانسنج مع ماندو. النهاردة حابب أكمل الموضوع اللي كنت اتكلمت عنه في الحلقة اللي فاتت، وهو الفلوس في حياة الفريلانسر. أشجعك طبعا تحضر الحلقة اللي فاتت عشان تقدر إن أنت تتابع على الموضوع وتقدر إنك تبني الأفكار بترتيب صحيح. أول حاجة حابة أتكلم عليها النهاردة، احيانا في ناس كتير بتبقى محتاره، بيبقى مش عارف يطلب كام لما يجي يشتغل. طب هل اطلب $100؟ طب 200؟ طب 500؟ جزء من دوا بيبقى سببه لان انت مش عارف انت بعد ما تخلص شغل هتاخد كام في ايدك. وهنا حابب ان انا احكي لكم قصه $100. اوكي، تعال نفترض ان انا رحت على مواقع الفريلانسنج ولقيت بروجكت عجبني وحطيت ميزانية للبروجكت $100. يا ترى في الاخر خالص كام فلوس همسكها في ايدي؟ تعالوا نعرف مع بعض. اول حاجة، لو انا حطيت $100 كميزانية للمشروع، بعد ما بعمل الشغل العميل بيدفع $100 في حسابي على الموقع، وموقع الفريلانسنج بياخد العمولة بتاعته. زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت ان عمولة الموقع هتتراوح ما بين 10 ل $20 من 100، او من 10 ل 20% من قيمة البروجكت. خلونا ندي مثلا مثال. لو قلنا Upwork هو حاليا بياخد عمولة 10% على المشاريع، فهنقول ان انت دفعت للموقع $10 من 100. تمام كده، باقي لك 90. بعد كده حبيت ان انت تسحب الفلوس تاخدها على حساب البنكي بتاعك، فبيبقى في عمولة سحب صغيرة على حسب البلد بتاعتك، يعني ممكن نقول $2. تمام، الفلوس راحت في حسابي. بعد كده عايز اسحب الفلوس دي من المكنة او استعمل كارت بايونير زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت. هسحب الفلوس بقى في ايدي. الكارت بياخد تقريبا في المرة الواحدة عمولة سحب $3. يبقى كده $100 اللي انا العميل دفعها في الاخر وصلتني انا 85. لو انا بشتغل على موقع زي Upwork، لو بشتغل على موقع زي فايفر بياخد 20% عمولة، يبقى في الاخر هاخد في ايدي $75. يبقى دي تساعدني ان انا لما ببتدي بقى ايه افكر، طب انا محتاج دلوقتي علشان مصاريفي محتاج $100، يبقى ما احطش $100 ك رقم للمشروع، احط في الحالة دي 115 او 125، بحيث ان بعد العمولات وبعد السحب وبعد عمولة الموقع يبقى وصلني $100 اللي انا محتاجها. تمام، دي نقطة مهمة ومحتاج ايه ان تبقى الصورة في بالك. طيب دلوقتي انا خدت الفلوس اللي انا خدتها دي، هقول ان انا حطيت 125 للبروجكت وخلصت الشغل ودفعت العمولات وبقي معايا $100. يا ترى ايه احسن طريقة استفيد بيها $100 دي، وازاي افكر بشكل صحيح في ان انا اتعامل مع الفلوس؟ اول حاجة، ودي نادرا ما بنفكر فيها، ودي حاجة انا يعني اتعلمتها في وقت قريب جدا، ما كنتش اعرفها للاسف زمان، وكنت اتمنى لو كنت عرفت الحاجات دي من زمان. محتاج ان يبقى عندك حاجة اسمها emergency fund. emergency fund هي فلوس انت بتحطها على جنب، بتفتح حساب توفير او بتفتح حاجة زي كده وبتحط فيه فلوس على جنب، لان زي ما اتكلمنا الفريلانسر ما عندوش دخل ثابت، ما عندوش مرتب او شيك بيطلع له كل شهر. في وقت بتاخد فلوس وفي وقت بيبقى الدنيا مش شغالة معاك كويس او بيبقى فيه الدنيا مريحة. فالفلوس، كل فلوس او كل مبلغ بيجي لي من الفريلانسنج باخد 10% منه احطها على جنب. طيب محتاج احط قد ايه؟ بشكل عام كده وبشكل بسيط بتعرف انت احتياجاتك الشهرية من الفلوس قد ايه، يعني مصاريفك، مصاريف بيتك، وبتحتاج مبلغ من 3 ل 6 شهور من مصاريفك تحوشه على جنب. تمام، المبلغ ده طبعا ممكن يبقى رقم كبير، فمش اول فلوس تجيلي هتكفيه او هحطها، لكن كل فلوس تجيلك تاخد منها 10% على جنب، بحيث ان انت يبقى عندك حاجة تتسند عليها في وقت تعبان مش قادر تشتغل، في وقت الشغل مريح، او العميل بتاعك واخد اجازة، او اي سبب من الاسباب مفيش انكم داخل. يبقى عندك الامرجنسي فاند بتاعك، او عندك نسميه حساب الطوارئ مثلا، اللي انت شايله على جنب بتقدر ان انت ترجع وتاخد منه. فدي حاجة مهمة قوي ان دي تبقى اول فلوس
هتسحبها من الفلوس اللي انت وصلتك تعمل بيها الامرجنسي فاند. تاني حاجة محتاج افكر في المستقبل. يا ترى بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، هل هبقى لسه صحتي كويسة وبشتغل وقادر ادخل انكم، ولا انا محتاج اعمل حاجة تاني ولا كده؟ عشان كده مهم قوي ان احنا نفكر في الانفستمنت او الاستثمار. مهم قوي ان الفلوس اللي تجيلك مش مجرد تصرفها، او مش مجرد انك تحطها في البنك كوديعة او كحساب ادخار. مهم قوي الانفستمنت، لان الانفستمنت هو اللي بيكبر فلوسك. طبعا يعني انا مش هقدر ادخل في انفستمنت، او مش هقدر ادي ريكومنديشن لحاجه معينه اقول للناس روحوا افتحوا حساب في المكان الفلاني واعملوها، لكن مهم ان انت تفكر بطريقه انا عايز استثمر جزء من فلوسي. ويمكن زمان كنا بنسمع ان الاستثمار ده محتاج مبالغ كبيره، وان انا محتاج ملايين عشان اقدر استثمر. الحقيقه لا، تقدر تستثمر بمبلغ صغير بس متكرر بشكل شهري مثلا، بحيث ان انت تقدر تبني لنفسك فلوس لقدام تقدر تعتمد عليها في المستقبل. انا للاسف برضو زي ما قلت لكم اتعلمت الكلام ده وانا في الاربعينات. لو انت بتسمع الكلام ده وانت عندك 20 سنة 25 سنة، انت قدامك فرصة حلوة جدا ان انت تبتدي تفكر بعقلية الاستثمار. الحقيقة اكتر حاجة يعني من كل اللي انا قريته وتعلمته بتقدر ان انت تستثمر فيها بمبالغ صغيرة وتديك عائد حلو، هي الاستثمار في البورصة. وطبعا انا عارف الناس كتير بتخاف من البورصة، ناس كتير بتقول لا دي مغامرة، لا دي مؤامرة، لا ده انا بضيع فلوسي، ده في ناس بتخسر فلوسها. الحقيقة الكلام ده بيحصل مش قوي مع الاستثمار، بيحصل مع المضاربات، اللي هو بيشتري أسهم النهاردة ويجي يبيعها بكرة، يشتري حاجة وبعد كام يوم يبيعها، يقعد يخمن السعر ده هيطلع السعر ده هينزل يلا نشتري. الحقيقة مش هي دي الطريقة اللي بنفكر بيها في الاستثمار للمدى البعيد. لما بنستثمر للمدى البعيد بنفكر في حاجة اسمها اندكس انفستنج. يعني أنا بشتري مجموعة أسهم على بعض بتبقى ممثلة لأحسن مثلا 30 شركة في البورصة. يعني هدي على سبيل المثال في البورصة المصرية في سهم اسمه CI30، وCI30 ده بيمثل أحسن 30 شركة في البورصة المصرية. في سهم تاني اسمه BMM، أو يعني صندوق، مش هقول سهم هو صندوق، ده بيتبع مؤشر EGX 100 اللي هو أحسن 100 شركة في البورصة المصرية. لما بتحط فلوسك في حاجة زي كده، انت ما بتبقاش عايل هم ان في شركة معينة طلعت، شركة نزلت، شركة فلست، لان انت بتاخد اداء احسن مجموعة من الشركات. الميزة كمان انك بتقدر تستثمر مبالغ صغيرة باستمرار. لو انا هقدر كل شهر اخد 10 او 20% من فلوسي واحطها فيه، بيديك فرصة ان مع الوقت ومع السنين ومع تراكم الفايدة والنمو بتاع الاستثمار بتاعك، بتلاقي ان المبلغ الصغير اللي انت حطيته كل شهر كبر وبقي مبلغ كبير معاك. واحدة من الحاجات اللي سهلت الموضوع ده وخليته ممكن في مصر هو تطبيق اسمه ثاندر. ممكن تبقوا سمعتوا عنه، ممكن تبقوا شفتوا اعلانات ليه على اليوتيوب. لو ما كنتش سمعت عنه او ما كنتش سمعتي عنه، دوروا على ثاندر واقروا عنها واسمعوا الفيديوهات. انا برضو مانيش بعمل بروموشن لثاندر بالتحديد، لكن انا لقيت ان هي بتمثل الفكرة اللي انا عايز اوصلها، ان انا اقدر اخد فلوس كل شهر من مرتبي. لو انا موظف حتى، يعني الكلام ده مش بس للفريلانسر، لاي حد، او لو انا فريلانسر كل شيك بيجيني او كل فلوس بسحبها باخد جزء منها واستثمرها للمستقبل، ل20 سنة ل30 سنة حتى قدام، بحيث اقدر ان انا بالراحة وبشكل منتظم ابني فلوس ليا اقدر اعتمد عليها في المستقبل. لو انت حابب الموضوع ده وحابب ان انت تتعلم عنه وتعرف عنه، لان طبعا انا مش بحب ابدا حد ان هو سمعت كلمة في بودكاست او سمعت فكرة في فيديو اروح بسرعة منفذها. لازم بعد ما سمعت الفكرة تفكر فيها بنفسك. لازم تبقى انت مقتنع قبل ما تحط فلوسك في حاجة. ما تاخدش مثلا رأي او رأي اي حد وتجري بسرعة وتروح حاطط فلوسك في حاجة. علم نفسك، ابتدي اسمع واقرا لحد ما تقتنع بالحاجة اللي انت عايز تعملها، وبعد كده نفذها. اللي حابب يعرف اكتر عن الموضوع ده هقول لكم على كام مصدر لطيف جدا. اول حاجة طبعا كلنا عارفين الفيديوهات بتاعت الدحيح، عامل حلقة او 2 عن الاستثمار في منتهى الروعة.
كلام بسيط جدا، بيشرح كل حاجة بالتفصيل، بيشرح لك ايه الهدف، بيقول لك تعمل ايه، بيشرح لك بالتفصيل جدا. دوروا على حلقة الدحيح عن الاستثمار. كمان في المخبر الاقتصادي برضو على اليوتيوب، أشرف إبراهيم، عامل كذا حلقة عن الاستثمار، بيتكلم عن فكرة الاستثمار ومبادئ عامة عنه، وهيعلمك بالظبط ليه الاستثمار دي حاجة كويسة قوي، وليه الاستثمار في الأسهم بالذات في البورصة ممكن يكون واحد من أحسن الاختيارات اللي قدامك. كمان في حد أنا شفته قريب ولقيته بيقول كلام لطيف جدا، وهو اسمه فؤاد صدقي، والحلقات بتاعته على اليوتيوب اسمها دروس في الفلوس. الناس دي كلها بتساعدك ان انت يبقى عندك العقلية او طريقة التفكير اللي انت محتاجها علشان تقدر تحافظ على فلوسك، علشان تقدر تستعمل فلوسك بأحسن استعمال ممكن، وتقدر ان انت بالدخل بتاعك مهما كان تقدر ان انت تبني حاجة للمستقبل، ما يبقاش كل الفلوس اللي داخلة على قد اللي خارج، وابقى دايما بلوم الظروف، ودايما بقول لنفسي طب انا ليه وضعي كده، طب انا ليه مش بتقدم، انا ليه مش بتحسن. لو حد بيحب يسمع بالانجليزي هقول لكم برضو على كام حد ممكن تتابعوه، بيقدموا محتوى جميل جدا، بس هو اكتر بالانجلش، ويمكن ممكن يكون موجه يعني للشخص اللي هو عايش في امريكا اكتر، لكن برضو الافكار كتير قوي نقدر ناخدها ونطبقها. اول حاجه عندي واحد اسمه راميت سيتي. راميت سيتي ده عامل كتاب اسمه I will teach you to be rich. الكتاب ده قيم جدا وبيقدم معلومات مفيده جدا، وبيتكلم عن الفلوس وازاي انك تقدر تستفيد بفلوسك، وازاي انك تقدر تعيش احسن حياه انت ممكن تعيشها بالفلوس اللي معاك او بالدخل اللي معاك. كمان في من الناس المشهوره جدا ديف رامزي. ديف رامزي عنده حاجه اسمها 7 baby steps، دوروا عليها، بيعلمك برضو ازاي تبتدي من الصفر، لو انت حتى مديون ومعكش فلوس، ازاي تقدر ان انت ترتب حياتك المالية بشكل كويس قوي. واخر واحد هتكلم عنه اسمه مورجان هاوزل، وده واحد من الكتاب، هو عنده بودكاست برضو اسمه ذا مورجان هاوزل بودكاست، وكاتب مجموعة من الكتب. واحد من الناس اللي بتتكلم عن تأثير السيكولوجية بتاعة الفلوس، يعني ازاي بنفكر، ليه بناخد القرارات بالشكل دوا، ليه في ناس بتصرف فلوس في حاجات ما تستاهلش، وهكذا. الحقيقة الراجل ده ممتع جدا، وتقدروا تسمعوا البودكاست بتاعه او تشوفوا الفيديوهات بتاعته على يوتيوب. طيب يبقى كده انا خدت في الاول خالص قلنا 10% من الفلوس اللي جات لي هحطها في الامرجنسي فاند، 20% هعملها انفستمنت للمستقبل، اتبقى 70% دي بقى اللي انا هبتدي اصرف واعيش منها. مهم قوي علشان اقدر اصرف فلوسي بشكل صحيح واقدر ان الفلوس اللي معايا تكفيني، ان انا يبقى عندي بادجت او يبقى عندي ميزانية. كل ما قدرت تعرف انت بتصرف فلوسك في ايه اكبر بنود عندي بصرف فيها، طب يا ترى هل اقدر احسن الطريقة اللي بصرف بيها، هل اقدر ان انا يبقى عندي يعني ايه صورة واضحة لفلوسي بتروح فين كل شهر. كل ما قدرت تعمل دوا كل ما يبقى عندك يعني عايز اقول ايه، هتبقى في حالة من السلام اكتر مع الفلوس، مش هتبقى دايما قلقان، مش هتبقى دايما عايل هم، مش هتبقى دايما بتفكر طب ايه اللي حصل، ده فلوسي خلصت، طب حصل ازاي. كل ما حطيت الامور في مكانها، كل ما قدرت ان انت تخرج الفلوس بتاعه السيفنج والانفستمنت الاول، وده كونسبت مهم قوي بنسميه pay yourself first، يعني بتاخد الاول الفلوس اللي هي بتاعه الضمان وبتاعه المستقبل، وبعد كده بدور على هصرف ايه وهشتري ايه. كمان من الحاجات المهمه قوي ان احنا محتاجين نفكر بطريقه ان انا مش عايز اصرف عشان يعني امبرس الناس اللي حواليا. مش هدف الفلوس او الشراء ان الناس تبص عليا وتقول يا بص العربيه بتاعته، بص لبسه، بص الجزمه، بص الساعه. لا، انا بصرف علشان استفيد بالفلوس ليا انا او لبيتي او لعيلتي او لاولادي. لو قدرنا نخرج نفسنا من فكره ان في منافسه بيني وبين الناس، او ان انا دايما بقارن نفسي باللي حواليا، يا ترى مين لبسه احسن، يا ترى مين بيروح نادي يعني شكله احلى او امكانياته اكبر. كل ما قدرت ان انا احط فلوسي في الحاجات اللي تفرق معايا، الحاجات اللي تغير حياتي انا وتديني احساس بالسعادة اكتر، كل ما قدرت ان انا اعيش احسن. حتى لو كان دخلي مش بيزيد، او حتى لو دخلي ما زادش، اقدر احط فلوسي في مكانها الصحيح.
اتمنى الافكار دي تبقى مفيده ليكم، وحابب اعرف رايكم. هل حد فعلا بيفكر بالطريقه دي؟ هل حد جرب يعمل الحكايه دي؟ جربوا تسمعوا البودكاست واليوتيوبرز اللي انا اتكلمت عنهم، هتلاقوا عندهم محتوى قيم جدا، ويا ريت دي تبقى بدايه ان احنا نبتدي نتعلم ازاي نفكر في المواضيع دي، ازاي ان احنا يبقى ده موضوع في بالنا، نتعلم ونثقف نفسنا عنه بحيث نقدر ان احنا نحسن وضعنا، ونقدر ان احنا نستفيد من فلوسنا احسن استفاده. في نقطة تانية ودي هخليها لحلقة كمان، اللي هي فكرة انا كفريلانسر اطلب كام لما اجي اشتغل، ايه الاورلي ريتس المقترحة بالنسبة لي، وازاي اعرف الاورلي ريت بتاعتي، وازاي احط ميزانية للبروجكت. دي هنتكلم عنها في موضوع تاني. اتمنى الحلقة دي تلاقوها مفيدة، واتمنى لو عجبتك ارجع اسمع الحلقات اللي فاتت، بالذات الحلقة الاولى عن الفلوس، والحلقات اللي قبل كده من البودكاست. واتمنى ان كل واحد وواحده بيسمع البودكاست يبقى له دور في ان هو ينشره. لو لقيت المحتوى ده مفيد ابعته لناس تانية، شيره على السوشيال ميديا، ابعته لحد من اصدقائك. ساعدوني في ان احنا نوصل الفكره لناس اكتر، لان انا متاكد ان في ناس كتير لو سمعت الحلقات دي وقدرت ان هي تطبقها وتستفيد من الافكار اللي فيها، هتقدر ان هي تحسن حياتها بشكل كبير. اشكركم، اتمنى لكم كل التوفيق في مشوار الفريلانسنج، واشوفكم مع حلقة جديدة من بودكاست أسرار الفريلانسنج مع موندو.